بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأحبة، أبناء الديانة المسيحية بجميع طوائفها في كردستان وسوريا والعالم، أحييكم بمحبة صادقة، وأتقدم إليكم بأحر التهاني بمناسبة حلول أعياد الميلاد المجيدة، عيد السلام والرجاء ونور الإنسانية. ميلاد السيد المسيح عليه السلام ليست مجرد ذكرى دينية، بل هي رسالة خالدة تتجاوز الزمن، رسالة تقول لنا جميعا أن الإنسان أغلى ما في الوجود، وأن المحبة أقوى من الخوف، وأن العدل أساس السلام. في هذه الأيام المباركة نتذكر قيم الرحمة والتسامح التي حملها السيد المسيح عليه السلام للعالم أجمع، قيم نحتاجها اليوم أكثر من أي وقت مضى. في عموم كردستان وفي شمال شرق سوريا، حيث تتجاور الكنائس مع المساجد، وحيث العيش المشترك بين الكرد والعرب والسريان والآشوريين والأرمن جنبا إلى جنب، نرى نموذجا حيا للتعايش الذي نؤمن به. أنتم جزء أصيل من هذه الأرض، من تاريخها، من ثقافتها، ومن مستقبلها. وجودكم ليس مجرد حضور، بل هو غنى روحي وحضاري يشرفنا جميعا. نحن اليوم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها منطقتنا، أحوج ما نكون إلى التكاتف وإلى حماية هذا النموذج الفريد من الأخوة والتعايش المشترك. نثمن الدور الوطني والإنساني الذي تقوم به الكنائس ورجال الدين المسيحي، ونقدر مواقفكم في دعم الاستقرار والسلام، ونؤكد أن وحدة مكونات شمال شرق سوريا هي قوة لنا جميعا، وهي الطريق نحو مستقبل آمن وعادل. أدعو المولى عز وجل في هذه المناسبة أن يعم السلام في قلوبكم وفي بيوتكم، وأن يحمل العام الجديد شفاء للمتألمين، وأمانا للنازحين، وفرحا للأطفال الذين يستحقون مستقبلا أفضل. ليكن هذا العيد فرصة لنجدد إيماننا بالإنسان وبالكرامة وبالعيش المشترك. كل عام وأنتم بخير، أعاده الله عليكم بالطمأنينة والمحبة، وعلى وطننا بالسلام.